السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى يلقاكم فيديو في أحسن الأحوال وعشركم بروكا. طاجين مغربي باللحم والبرقوق كيجي رائع، معنى الكلمة كيجي معلك ومعسل. ديك اللحمة كتجي طيبة زبدة. طيبتو معكم على الفاخر. نبداو أجواء العيد إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية والرزق إن شاء الله. غنشاركو معكم غنطيبو على الفاخر كيجي طيب زبدة. إذا كنتو باقي ما اشتركتوا في القناة اشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير والمقادير. هنايا عندي طريفة اللحم كيف كتشوفوا اختياريه على حسب الافراد الدبي ديالكم. من الاحسن يكونوا شويه كبارين كيف كتعرفوا. الطياب على الفخار ولا على الفحم كيجي طايب زبده. وديك اللحم كيف ما كانت كطيب، يا كبيره يا صغيره، خصوصا اذا عطيناها الخاطر ديالها وكنطيبوها بالمهل كتجي طيبه زبده. هذا اللحيمه ديالي كيف كتشوفوا احسن يكون فيها طريفه العظام. والتوابل ما كنحتاجوش بزاف التوابل، غير الملحه، السكنجبير، الخرقوم بالابزار، شويه القرفه. والطاجين ديالنا طبعا العامد الاساسي في هذه الوصفه غنطيبوه في الطاجين. وهنايا كيف كتشوفوا غادي ندوزو للتتبيله د هذا اللحم. من الاحسن البنات اذا عندكم الوقت الكافي تبلوا هذا اللحم ديالكم وتخليوها واحد المده. هنايا في الاناء كيف شفتوا ضعت نصف كاس الماء وشويه الملح وهذا الخرقوم. شفتوا معايا ضفت واحده معلقه ونصف صغيره د الخرقوم على ديك الماء وشويه المليحه. وهذه الابزار حتى هو كنضيف واحد نص معلقه د الابزار وشويه د الخرقوم د السكينجبير واحد راس معلقه صغيره د القرفه. ممكن البنات تضيفوا واحد نص معلقه صغيره د السمون. انا هنايا ضفتها وما بنتش معايا في المقطع، كنت نسيتها حتى فيما بعد ضفتها وما صورتهاش معكم. اذا ضفتوها كيعطي البنه ديك الطاجين ديالكم كتجي رائعه. صافي هنايا هذا هو المكونات او التتبيله اللي غادي نضيفوا على هاد طريفه اللحم. غنخلطوا ديك التتبيله ديالنا مزيان ونرقطوا فيها ديك طريفه اللحم. بالنسبه ديك البصل هذيك غنضيفوها في الطاجين التفريشه الاولى وغادي نعملوا ديك طريفه اللحم ديالنا عليها. صافي كيف كتشوفوا غادي نشرب هاد طريفه اللحم مزيان. وكيف قلت لكم اذا كان عندكم الوقت الكافي كتوضعوا هاد طريفه اللحم في التتبيله وتخليوها كتجي مشربه رائعه. انا الصراحه نضيق الوقت يعني بس صورت معكم خليتها غير واحد نصف ساعه. ومع ذلك الطاجين كيف كتشوفوا جا رائع البنات ومعسل ومعلك. وديك اللحيمه جات طيبه زبده. مشاهدكم فيها البنات. تبعوا معايا فيديو ان شاء الله وغادي يعجبكم طيبوا هاد الطاجين على طريقتي. وان شاء الله يعجبكم الفيديو وما تنسونيش من التعاليق ديالكم مزيونه والبارطاج باش تعمل فائده. صافي هنايا كيف كتشوفوا ديك اللحيمه وضعتها كامله في هذه التتبيله وغادي نخليها جانبا. وفي هذا الاثناء كيف كتعرفوا تشعلوا المجمر على خاطرو. البنات شكون اللي كتعرف تشعل المجمر؟ انا الصراحه ما عرفتش علاش ما كيبغيش يتشعل. الزوج ديالي هو اللي كيشعلو مسكين دائما. صراحه هذه المهمه صعيبه ما كيبغاش انا بعدا يتشعل لي هذا المجمر. صافي كيف كتشوفوا هنايا الطاجين ديالنا. ديك البصله عندي واحد حبه البصله مشلضه، واحد 3 ضريسات د الثومه على ديك البصله كنفرشوها في ديك الطاجين. وغادي نضيفوا طريفه د اللحم ديالنا. خليه هنا واحد الوقيته قلت لكم غير شويه ماشي بزاف. صافي هاد البصله كيف كتشوفوا فرشتها في الطاجين. غادي نضيفوا واحد شويه زيت الزيتون. غادي نغطي الطاجين ديالي حتى تشرب ديك اللحيمه واحد الوقيته ومن بعد نرجع معكم. هنايا كيف غادي ندوزو نحضروا مع بعض البرقوق حتى هو كيطيب. كنعسلوه. عندي قياس البرقوق غسلناه مزيان بالماء وعملت له واحد قطيره د الخل. بعد صفيته عملت في الكسرونه عملت له واحد كاس د الماء معلقه د القرفه ومعلقه د السكر وخليته حتى كيغلي. واحد معلقه د المزهر حتى هو كيعطي ديك البرقوق ديالنا واحد المذاق رائع ما كيخليه يهرى.
وغادي نخليوه حتى كيطيب ونعسلوه في الاخر غادي نزينو. الطاجين ديالي هنايا كيف قلت لكم التليفون كيعمر لي ما بغاش صراحه هذيك حتى مسحت واحد الكميه د الفيديوهات اللي عندي في التليفون صافي. وكنت عملنا المجمر ديالنا كيطيب على ديك الطاجين ديالنا كيطيب على ديك المجمر وطيبناه. المهم حرك ديك الطريفه د اللحم حتى كتقلى مزيان وضعت لها واحد الكاس د الماء وساعه ساعه كنقلب ديك الطريفه د اللحم حتى كيطيبوا كيجي معسل البنات. صافي هنايا طاب البنات الطاجين وكيف كتعرفوا خصو يطيب على خاطرو. ديك الزويته كتجي واقفه وديك طريفه اللحم حتى هي كتجي طيبه زبده. البنات ما شاهدتكم فيها الصراحه جا الطاجين خطير والله ما شاهدتكم البنات توقوا معايا كيف جا. صافي كيف شفتوا ديك البرقوق اللي طيبته معكم من بعد ما تعسل زينت به الطاجين ديالي على ديك طريفه اللحم. وهذا اللوز عندي شويه اللوز مهرمش وشويه خليته صاين هيداك صحيح غادي نزين به في الاخير كي شفتوا معايا في بدايه الفيديو. صافي كيف كتشوفوا هو باقي على المجمر واللحم طايبه. خليت زينت ديك البرقوق هيداك على ديك الطاجين يعني قبل ما ننزلو باقي سخون. وجات فيه واحد التعليكه البنات وديك الزويته واقفه صراحه جلديد والله. عرفتي واحد الريحه فيه طالعه ما شاهدتكم. دابا انا هذا طيبته هادي شي 5 ايام ولا هادي وكتفكروا ان شاء الله نعاودوه في هاد العيد. صافي كيف كتشوفوا هذا الطاجين ديالنا كملته زين ديالو د البرقوق زيناه باللوز على الوجه ديالو. ممكن تعملوه الجنجلان حتى هو كيجي المنظر ديالو مزيون. وطريفه ديك حبه اللوز حتى هو كنزين به الطاجين ديالي كنوزعو على ديك الطريفه د اللحم كامل. صافي هذا الشكل النهائي وتزيين النهائي. كنعمل لكم لقطات صورته معكم كيطيب على خاطرو. صافي ديك الزويته كتجي واقفه. كان هذا هو الاقتراح النهار اليوم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج باش تعمل الفائده. كنشكركم البنات على المشاهده ديالكم. كنشكر البنات اللي انضموا عندي القناه ومرحبا بكم. والناس القدام نتوما موالي الدار. نتمنى الاقتراح د النهار اليوم يعجبكم وخليكم مع الصور والى اللقاء حتى فيديو اخر ان شاء الله.